أعزائي المشاهدين، وصلنا دلوقتي للمحطة الثالثة والأخيرة من نورت مصر النهاردة. في تلك المحطة احنا هنتكلم عن أول جامع في مصر، مسجد عمرو بن العاص. الأهمية التاريخية لمسجد عمرو بن العاص، وإزاي مسجد عمرو بن العاص هو كان نواة لنشر الدين الإسلامي في مصر بعد فتح مصر على يد القائد العظيم عمرو بن العاص. كل ده وأكتر هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا النهارده في الاستوديو، الباحثة الأثرية الأستاذة ولاء ناصر. أستاذة ولاء، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. طيب أستاذة ولاء، في البداية قبل ما نتحدث عن هذا الصرح العظيم، مسجد عمرو بن العاص المسجد الأول والأشهر في مصر، خلينا نتكلم عن يعني ظروف فتح مصر على يد القائد العظيم عمرو بن العاص في عجاله كده. نقول ايه؟ الحقيقه ان عمرو بن العاص كان في الشام بيفتح بيفتح فلسطين، فحب ان هو يأمن حدود الدوله بتاعته، فطلب من الخليفه عمر بن الخطاب ان هو يروح يفتح مصر. فطبعا الخليفه عمر خاف على الجيش الاسلامي وان هم لسه خارجين من فتح، فقال له لا، ورفض الموضوع. طبعا سيدنا عمرو بن العاص قعد يلح عليه شوية وخلاه ان هو يقتنع، بس الخليفة عمر بن الخطاب قال له هقول لك موافق بس بشرط ان انا هبعت لك كتاب، لو الكتاب ده وصل لك قبل ما تخش مصر ارجع، ولو وصل لك بعد ما دخلت مصر خلاص كمل. يعني سيدنا عمر بن الخطاب ارسل سيدنا عمرو بن العاص كتاب، قال له لو وصل لك الكتاب قبل اما تدخل مصر ترجع، لكن لو الكتاب ده وصل بعد ما دخلت مصر، بعد ما كنت دخلت مصر، ايوه ايه بقى اللي يحصل؟ خلاص كمل فتح مصر. تمام. فطبعا الخليفة سيدنا عمرو بن العاص خد بسرعة بعضه وجهز الجيش من قيصرية في فلسطين وبدأ يتحرك. راح عدى على رفح والعريش، راح لما سأل هناك احنا كده فين، قالوا له احنا في مصر. ففتح الكتاب، وعلى فكرة الكتاب كان وصل له قبل ما يدخل مصر، بس هو فتحه بعد ما دخل لأنه كان عاوز يفتح مصر. وبالمناسبة الخليفة سيدنا عمرو بن العاص مش كانتش دي أول مرة يدخل فيها مصر، لأن هو كان تاجر فدخلها قبل كده. لكن الموضوع ملوش علاقه بالفتح الاسلامي او الفتوحات الاسلاميه، لكن في مجال التجاره. فعجبته مصر بشعبها، بالموقع المتميز اللي هي فيه، وكان مصمم على كده. بعد كده بدأ يعدي على الفرما وبلبيس لحد ما وصل أم دنين، وكل مكان كان بيعدي فيه كان بيحصل اشتباك بينه وبين جيوش الروم. ولما بالمناسبة لما دخل رفح والعريش انضم ليه من أهل العريش 500 مقاتل. فطبعا مع زيادة المعارك اللي كانت بينهم وبين جيوش الروم العدد معاه قل، فأرسل كتاب للخليفة عمر بن الخطاب بيطلب ان هو عايز جيش تاني. فطبعا الخليفة بعت له 4000 مقاتل وقسمهم له على 4 فرق، كل فرقة 1000، والقائد اللي على الفرقة بال1000 دول. وبعد كده بدأ يدخل مصر ودخل عند حصن بابليون عسكر. يعني ال4 فرق دول كان ليهم 4 من أمهر وأشد القادة. بال1000 دي. وبعد كده راح عسكر عند حصن بابليون وفتحوا، وبعد كده كمل على اسكندرية اللي هي كانت الوقت ده العاصمة. ودخل وفتحها، وبما ان سقطت العاصمة فكده سقطت الدولة، كده عمرو بن العاص قدر ان هو يفتح مصر. وطبعا بعد احكامه السيطرة على الاسكندرية. وطبعا ادى الامان للاقباط مصر من الاخوة المسيحيين وامنهم على حياتهم وكنائسهم وطرد الروم من مصر. الفكرة في نقل العاصمة من الاسكندرية الى القاهرة وانشاء او تأسيس مدينة الفسطاط، لكن يعني زي ما هو كان متعارف عليه في تلك الفترة يعني او ايام الفتوحات الاسلامية، المسلمين دخلوا منطقة او دخلوا بلد وفتحوها، اول حاجة بتتعمل هو ايه؟ بناء المسجد، ومن حوالين المسجد بتبتدي يتم تأسيس وانشاء الطرق وانشاء بقية المدينة، اي حاجة ثانيه في المدينة. اتبنى جامع عمرو
بنت حواليه أو تأسست حواليه مدينة الفسطاط. كان يعني سيدنا عمرو بن العاص شايف إيه في اختيار هذا الموقع تحديدا؟ أهميته الجغرافية كانت إيه؟ بناء الفسطاط، عمرو بن العاص الأول كان حب مدينة الإسكندرية جدا، وطلب من الخليفة عمر بن الخطاب إن هي دي تكون العاصمة. خليفة عمر بن الخطاب قال له لا، مش هينفع، لأن انتوا أهل بدو صحراء، وهتجيلكوا غارات ومشاكل من بحرية. الروم. فرفض. فاحنا زي ما قلنا ان هو كان اول ما دخل مصر قعد وعسكر عند حصن بابليون، فسأل اصحابه، لان طبعا الامر بيبقى شورى بينهم، قال لهم تحبوا ان احنا نختار مكان ايه؟ فاقترحوا اغلبيتهم ان هم قالوا نعسكر في الفسطاطة. الفسطاطة دي اللي هي المخيم او المعسكر، عشان كده اسمها الفسطاط. وليه المكان ده بالتحديد؟ علشان كان مجرى النيل بيوصل لحد هناك. وكمان كانت بيئة صالحة للخيول بتاعتهم ان هي تقدر تستريح، نفس البيئة اللي في البدو في مكة يعني. في مية موجودة بوفرة لمياه نهر النيل، وفي نفس الوقت المنطقة منطقة يعني نوعا ما صحراوية أو منطقة جافة يعني. فضلت الفسطاط بقى عاصمة لمصر لمدة 113 سنة، وبدأ بعد كده ان هو يبني الجامع. طيب أخيرا كده لو هنقول يعني مدينة الفسطاط من حيث يعني الناحية الجغرافية، كانت بيحدها ايه يعني، او موقعها الجغرافي ايه هي كانت حدوده تقريبا؟ هي كانت عبارة عن صحراء ونهر مجرى النيل، وما كانش فيها غير هو حصن بابليون وبس. طيب ننتقل الى يعني مسجد عمرو بن العاص، بما ان هو يعني محور حلقتنا. لو هنقول مسجد عمرو بن العاص، هل هو الاشهر لانه هو الاول، ولا في حاجات موجوده في جامع عمرو مش موجوده في جامع تاني او في الجامع التاني؟ هو ما كانش الاول كان مسجد سادات قريش اللي موجود في الشرقيه، اللي خلى المكانه دي لجامع عمرو بن العاص، لانه اول جامع يتبني في الاماره الاسلاميه. حتى بعد كده لما جه الولايات، ولاية من بعده عباسيين عثمانيين، بدأوا ان هم ليهم الشرف ان هم يرمموا ويجددوا في المسجد. وبعد كده عمرو بن العاص لما بنى المسجد ما كانش ليه لا منبر ولا محراب ولا جدرانه كانت سادة، ما كانش فيه اي حاجة. ده حتى هو كان مجرد حب ان هو يعمل زي منبر درجتين بس. فطبعا الكلام ده وصل للخليفة عمر بن الخطاب، وقال له أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوسا؟ أنت عايز تقف والناس قاعدة تحت كده؟ فطبعا خلاه يشيل المنبر، بس فيما بعد بيقال ان هو رجع المنبر ده تاني. طيب لو هناخد يعني جولة داخل مسجد عمرو بن العاص، يعني حضرتك هتاخدينا دلوقتي هنتفسح في جامع عمرو، الجولة دي هتبتدي فين؟ وايه هي اهم الحاجات التي لا يجب ان نغفلها اثناء زيارتنا لمسجد عمرو بن العاص، وهتنتهي بينا فين؟ مسجد عمرو بن العاص اتبنى 21 هجريا 642 ميلاديا. كان هو مش شكله الحالي خالص، هو كان مجرد مساحته 50 في 30 متر، كانش كبير بالشكل ده. فبدأ لما يجي الناس، وفي واحد مؤرخ اسمه ابن دقماق، ده كتب لنا وصف لجامع عمرو بن العاص قديما. قال لنا ان هو بيتكون من 13 باب، 3 للوجه البحري و5 في الجهة الشرقية و4 في الجهة الغربية، وفي كده. ده كل ده قديما؟ مش يعني اللي هو ما كان 50 في 30 متر كان فيه 13 باب؟ هو ابن دقماق قال كده. وكان في مآذن، كانوا هم 5 مآذن. كانت المأذنة الكبيرة، ومأذنة عرفة، والمأذنة السعيدية، والجديدة والمستجدة. الجديدة والمستجدة دول اللي هم لسه موجودين لحد دلوقتي، أما الباقي اتلغى. وجامع عمرو بن العاص كان في هناك في قبة، بيقال إن القبة دي مدفون تحتها عبد الله ابن عمرو ابن العاص. ليه؟ لأن لما دخل مروان بن عبد الحكم مصر،
ومن ضمن الناس اللي قتلهم كان عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما هو اتدفن في الدار بتاعه، فراح لما جه بعد كده قرة بن شريك يحب يوسع الجامع، فدخل دار عبد الله من ضمن الجامع، بس طبعا هو مش في اتجاه القبلة عشان حرام. بالتأكيد. في النهاية للأسف هو الوقت جري بينا، بس أكيد إن شاء الله هذا اللقاء الجميل يعني هيتكرر مرة تانية. الباحثة الأثرية الأستاذة ولاء ناصر، أنا بشكرك، نورتينا، سعدت جدا جدا بلقائي مع حضرتك النهارده، وأتمنى لحضرتك إن شاء الله بدوام النجاح والتوفيق. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهاية نورت مصر النهارده. في نورت مصر النهارده خدنا أكثر من جولة وتحدثنا حول أكثر من موضوع في مصر القديمة. واحدة من أشهر الشخصيات في مصر القديمة هو موحد القطرين مينا. من هو مينا موحد القطرين وكيف كانت فترة حكمه؟ تحدثنا أيضا عن الملبس في مصر القديمة. الكتان كان هو المتصدر بمختلف درجاته ومختلف تصميماته على مدار العصور في مصر. وأيضا تحدثنا عن مسجد عمرو بن العاص، والذي يعد أول مسجد في الإمارة الإسلامية في مصر. بكده نكون وصلنا لنهاية نورت مصر النهارده. إلى اللقاء وحلقة جديدة ونورت مصر.